نظيف في المية. معدلات البطالة تنخفض بشكل سريع جدا في مصر. إنشاء الوحدات السكنية ومشاريع مصر تتزايد بشكل أنا كتصدقه في مصر. أزور بعض المواقع في مصر أجد المسؤولين من أكبرهم إلى أصغرهم يبكون وهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى ومصر القوية. والله احترم مصر. أنا مصر بلد عظيم وشعب عظيم، ومع ذلك يعتقدون أن كل ما حققوه في السنتين الماضية لا شيء، لم يبدأوا بعد. نستطيع أن نرى عمل قوي ورائع جدا بقيادة دولة الرئيس في لبنان لاستعادة لبنان استدارتها. راح لبنان، شوف العقل. ولا أجزم كم دولة إخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس والقادة. هذا بالإنجليزي يسموه بيوتيفول مايند، يعني العقل النظيف. وتحولية. هذا المراهق اللي يقولنا عليه ربع قم وطهران. تحاول أن تنقل عمان إلى مرحلة أخرى. عمان عملوا في السنوات الماضية بالإضافة للمملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. تريد الدول العربية تتحد مثل أوروبا. شوف التحول اللي وين. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. البحرين حتى قطر على خلافنا معاهم. حتى قطر سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. نختلف مع قطر ولكن ده يفكر بأحوال قطر. الإمارات، عمان، لبنان، أردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. العراق إذا نجحنا في 5 سنوات القادمة سوف هذا المراهق. هذا المراهق اللي قلتوا عليه حيقود السعودية الهاوية. هذا المراهق، ولكن أنا تراهنت عليه. وأنا ما أتراهن على واحد خسران. الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك.